في ناس شايفة إن الزمالك أرقى حي في مصر، وناس شايفة إن هي بدأت تبقى منطقة شعبية، فمين فيهم صح؟ في قلب القاهرة على جزيرة وسط النيل، حي عاش فيه سياسيين وملوك وفنانين، حي لو حيطانه اتكلمت هتقول حاجات محدش يعرفها. ورحنا لقصر عائشة فهمي، هو قصر يعتبر من أجمل الأماكن اللي موجودة في الزمالك، وعلى فكرة دي أول مرة أنا أروحه عامة يعني. القصر مبني من 1907 على الطراز الأوروبي الكلاسيكي. هنخش دلوقتي وأوريكم شوية حاجات عنه. قصر عائشة فهمي أصلا كان لواحد اسمه علي فهمي، وبعد كده بنته ورثته اللي هي عائشة فهمي. القصر مليان حاجات تحفة جدا، وأنا سوبر اكسايتد. القصر كله حرفيا بيتكلم على ام كلثوم بس، مفيش اي حاجه تانية. قصر عائشه فهمي النهارده كان بيتمحور حول ام كلثوم وحياتها والحاجات المقتنيات بتاعتها يعني. كنا احنا بنصور بالكاميرا وممنوع التصوير بالكاميرا. we're taking risk for you. اعملوا لايك عشان كده. خرجنا من قصر عائشه فهمي، هو يعتبر مش قصر عائشه فهمي، هو قصر ام كلثوم يعني. كانت تجربه لطيفه شويه بس مش احسن حاجه، ما حبيتوش قوي بصراحه، بس في يعني حاجات لطيفه فيه. احسن حاجه في الزمالك انا بحبها شخصيا ان هي حرفيا مليانه شجر في كل حته. انت لو مشيت في اي شارع تلاقي فيه شجره، وحوار الشجر دوت ان هو بيقلل شويه من درجه الحراره، ما يخلكش تحس بالحر كتير يعني. فهي يعتبر بجد افضل منطقه بالنسبه لي لان هي مليانه شجر، والشجر بيقلل الرطوبه والحراره، وحتى شكله جميل يعني. بص لو بصيت في كل حته هتلاقي شجر. واحنا ماشيين في الزمالك قابلنا بيت عبد الحليم حافظ، واللي ما يعرفش ان في الزمالك في فنانين كتير زمان كانوا عايشين هنا، زي عبد الحليم حافظ مثلا، اسماعيل ياسين، ام كلثوم. فاحنا دلوقتي هنروح نشوف اسماعيل ياسين بيته يعني، ام كلثوم. وحرفيا الزمالك كانت بتعتبر من ارقى الاحياء زمان، وكانوا بيسكن فيها الفنانين والملوك، وده الحي اللي هو كان ساكن فيه. اسم الشارع شارع البرقوش او الرقراش او حاجه زي كده يعني. والبيت عشان تطلع تشوفه لازم تحجز عن طريق الفيسبوك، واحنا مش حاجزين بصراحه، فنكتفي بان احنا شايفين العماره من بره. طب تعرف اصلا هي ليه الزمالك اتسمت زمالك؟ تعال احكي لك القصه ديت على السريع. الاسم الزمالك اصله تركي اصلا، ومعناه هو الاكواخ الخشبيه. في القرن ال19 قبل ما يبقى في حي الزمالك او حي راقي، كانت الجزيره دي وسط النيل عباره عن ارض زراعيه اصلا، وكان الجنود العثمانيين بيجوا هنا ويبنوا فيها اكواخ مصنوعه من الخشب، فسماها الناس زمالك، جمع زملك، اللي هو معناه اصلا الكوخ الصغير. مع الوقت محمد علي قرر ان هو يعمر الجزيره ديت وبنى فيها قصور وحدائق كتيره قوي، وبعديه جه الخديوي اسماعيل. بعد الخديوي اسماعيل بقى اتحولت الزمالك لمنطقه راقيه فعلا، بس الاسم فضل زي ما هو الزمالك، بس اتغير بدل من اكواخ خشبيه لا بقى منطقه راقيه فعلا، والاسم فضل زي ما هو، وبس بدل الاكواخ الخشب بقى قصور وناس من الطبقة العليا اللي موجودة في البلد وقتها. ومع مرور الوقت الزمالك سكن فيها فنانين كتير وسياسيين وملوك، زي الملوك اللي احنا اتكلمنا عنهم في الأول. ومن برضو الفنانين اللي سكنوا عبد الحليم حافظ. واخر حاجة وهي مرعبة فعلا، في اشاعات بتقول ان في بيوت مسكونة في الزمالك وما فيهاش اي حد، والشجر حواليها من كل ناحية، حتى تلاقي البيت طالع منه شجر اصلا. فاحنا هنحاول نخش البيوت دي، هنحاول مش اكيد، ونوريكم شكلها عامل ازاي من جوه. الراجل اللي ضحك العالم العربي كله، البيت اللي سكن فيه اسماعيل ياسين في الزمالك. حرفيا اسماعيل ياسين كان ساكن هنا زمان. دلوقتي احنا في شارع 26 يوليو تحت الكوبري. البيت اللي ساكن فيه اسماعيل او اللي كان ساكن فيه اسماعيل ياسين في الزمالك هو البيت دوت، لسه زي ما هو، مفيش اي حاجه اتغيرت. فتعالوا ناخد نظره عن العماره كانت عامله ازاي زمان، ونطلع بالاسانسير اللي موجود من وقت اسماعيل ياسين. وفي كافيه اسمه كوخ فوق،
هو كان مكان الكافيه دوت هو البيت بتاع اسماعيل ياسين. فيلا بينا ناخد نظره سريعه جوه. دوت الاسانسير حرفيا لسه قديم قديم موت 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 يعني. لسه في البتاع ديت، عارفين اللي هي الافلام من زمان كانت بتفتح البتاع ديت وبعد كده تقفلها كده، تقفل الباب الحديد ده الاول وبعد كده تقفل ده، بعد كده تنطلق فوق. فاشوفكم فوق بقى ان شاء الله. تشاو. ودي هي العمارة اللي كان قاعد فيها اسماعيل ياسين. بعد كده العمارة اتباعت وحاليا احنا في كافيه كوخ، وكافيه كوخ دوت كان بيت اسماعيل ياسين زمان. وحرفيا انا يعني بشكر إدارة كوخ ان احنا خلتنا نصور الفيديو ده هنا، وبجد اسعارهم حلوة وعندهم شوية فيوز، ويعني اللي هو تيجي تنبهر بالمكان. غيروا المكان وخلوه حرفيا على التراث المصري القديم، والمكان بجد شكله خرافي جدا يعني. فبنصحكم بجد لما تيجوا الزمالك تيجوا كافيه كوخ، وتطلعوا الروف توب برضو عشان الروف توب حكايه. بس كده يلا بينا نستكشف الزمالك في اي حته تانية. سيبنا شويه من الفنانين ومن عبد الحليم حافظ واسماعيل ياسين وام كلثوم، وحاليا احنا في الفن الحديث والحفلات اللي هي بتتعمل دايما بتتعمل في ساقية الصاوي. فاحنا حرفيا قدام ساقية الصاوي، اي حاجه في ساقية الصاوي بتتعمل او اي حفله، الناس الجديده، الفن الجديد بقى بيجوا عن ساقية الصاوي في الزمالك. فالساقية دي تعتبر ايكون ورمز لكل الفنانين الجداد يعني. بس وعادي ان انت تخشها، الدخول ب 45 جنيه او 50 جنيه في الرينج دوت. لسه سال الراجل بتاع التيكتس قال لي التذكره ب 35 يعني، قال لي كمان ب 45 و50 الاول بتاع. فده تصحيح بس للخطا اللي كان في الاول. انا كان ممكن اشيلها بالمونتاج عادي بس هنحطها، وفيها قعده على النيل كمان. فانا برجح بصراحه ان انت تخش تقضي وقت جوه. في اوريدي مطعم جوه بس المطعم مش احسن حاجه بصراحه يعني، انا جربته قبل كده. وبس دي كل حاجه عن ساقية الصاوي في الزمالك. يلا بينا نروح نشوف اي حته ثانيه. بقول اي حته، مش عارف ليه اي حته. يلا بينا نروح نشوف حته تانية غير ساقية الصاوي وغير فنانين، عشان كفايه فنانين لحد كده. ده احنا دخلنا معرض لام كلثوم بس. وجينا الحته بحبها جدا 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 يعني، انا باجي دايما اشرب عصير من هنا. هو توت الشام، هو راجل سوري عامه بيعمل عصاير جامده جدا من 25 ل 45 جنيه. بس بقول لكم بجد من احسن العصاير اللي هتشربوها في حياتكم وهي هتشربوها هنا في الزمالك عند توت الشام. احمد جرب الليمون ريد بول ما عجبوش، مع ان دوت بصراحه مشروبي المفضل وبس يعني. والراجل ما ادانيش عصير ببلاش مع اني بعمل له اعلان تقريبا دلوقتي. بقول لك يا غالي، هتديني مشروب فري بقى على الاعلان ولا لا؟ انت المفروض تاخد منها. ليه؟ ما احنا المفروض اخد منكم اصلا. احنا هنشهرك. هتشيلوني انا الحمد لله مشهور. العبوا عليا اللعبه دي هضيع هضيع. ايوه يقول لي انا مشهور اصلا. كام كده يا غالي؟ 5 قبل ال 110. 5 قبل ال 110. ماشي خلاص هات 110 بس. 115. خلاص ماشي يلا انا شغال. شكرا. يلا بينا نجرب جرب يا مالك. انا جبت ليمون ريد بول. طبعا. اتفضل. ما احنا استنى كده طيب. كده بنرويين. لا مؤاخذة. انا جبت ليمون ريد بول كالعاده. في الاخر زين جاب ليمون ريد بول، بالرغم ان هو اوحش حاجه ممكن تجيبها هنا. وانا جربت اوحش حاجه احلى حاجه. لا اوحش حاجه ممكن تجيبها ليمون ريد بول. انا قررت اجرب ده اول مره النهارده. ده كيوي على تفاح. ومجدي فراوله ريد. انا عارف كده كده دوت هجرب بس. مش احسن حاجه بس لذيذ، فاهمين؟ بس احسن من ليمون ريد بول ب 100 مره. احمد عنده اي حاجه مش احسن حاجه. صدقوني والله مش في حاجات عارف بتعجبني. هيشرب عصير من الجنه مش فاهم يعني عشان نقتنع كده بيه. اقول عليها وحشه. ايه رايك؟ لا حلو. والله حلو كان. طب جرب ده. نجرب اوحش حاجه. لا هو هتندم بشوف. هتندم. ايه رايك؟ حرام عليك والله جامد قوي. حرام عليا؟ والله جامد حرام أوي. عليا؟ لا تحفه. جبتش حاجه من عندي. نروح افضل مطعم يعني في عشان الزمالك. دول نيجي لاخر حته تقريبا في حوار الاكل عامه والشرب، هو بيتزا فينيز. هو تقريبا اكتر مكان بحب اكل فيه، بس ودايما زحمه. مش عارف ليه دايما زحمه، عشان ما يعني عشان هو حلو بصراحه يعني.
بالذات البيتزا تشيكن ران. فبصراحه بحب بيتزا فينيز جدا. يا ريت لو بيتزا فينيز شافوا الفيديو دوت يكلموني اعمل لهم سبونسر ولا اعمل لهم اي حاجه يعني. وحاليا احنا مش هنخش بصراحه عشان انا هاكل في حته ثانيه مع اصحابي يعني. فخلينا بقى نسال شويه اسئله للناس اللي عايشه في الزمالك او الناس اللي من الزمالك يعني. Okay, so we are here with your name. ناوكي. انا جرف. انا اسمي ملك. اسلام جمال. اسالك سؤال عن الزمالك، ايه هي اكتر حاجه بتحبها فيها؟ المباني القديمه بتاعت الزمالك، كورنيش طبعا. This area Yeah, is beautiful, it's beautiful. Why is beautiful? green and beautiful shop. احسن حاجه فيها ان هي بتبقى هاديه يعني تحب تتمشى فيها عامه يعني. والله هو مكان لذيذ ويعني فيه خضره كتيره وشجر، دي حاجه حلوه. واكتر حاجه بتكرهها في الزمالك؟ يطلع لك بقى واحد سرسجي كده يعمل لك حركات مريبه كده قدامك، واللي هو ايه يعاكس بقى البنات. والله العربيات نفسي يعني عربيات تقل. الزحمه اللي بتيجي من بره الزمالك كتير قوي زياده، ما بيخلوش اجواء الزمالك لذيذه. الزمالك فعلا يعني دي اكتر حاجه ما بحبهاش فيها، ان الناس فيها بقى حاجه غريبه بصراحه يعني. حوار الناس دوت وحوار الزماره، ان كل شويه حد يزمر مش فاهم ليه يعني مع ان الطريق فاضي، والعربيات شويه بس كده. اما الزمالك عامه كمكان هو جميل جدا يعني. وده يا شباب كان فيديو الزمالك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الشانل وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. لو عايزين اي فيديوز تانية في اي منطقه تانية في مصر يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس وتقولوا لي رايكم عن الفيديو ده اخباره ايه. بس كده كان معاكم زين، اشوفكم في فلوج جديد. سلام.